في الفيديو ده هتكلم عن اللينكد ان اللي هو يعتبر فعليا من اهم الحاجات اللي بتاثر على الكارير باث بتاعك او على المستقبل المهني بتاعك. عشان كده انا هحاول الفيديو ده اغطي كل النقط المهمه اللي بتخص اللينكد ان، عشان اكون ضامن ليك باذن الله ان انت لما تخلص الفيديو ده تبقى عارف كل حاجه بتخص اللينكد ان. عشان كده انا هتكلم في الفيديو ده عن 4 نقط. اول حاجه ايه هو اللينكد ان او تعريف اللينكد ان، تاني حاجه اهميته، ثالث حاجه ازاي نقدر نعمل حساب على لينكد ان من الصفر فروم سكراتش، والنقطه الرابعه والاخيره بعض التيبس والتريكس كده، النقط المهمه اللي انت لازم تعرفها لما تيجي تشتغل على لينكد ان بعدين. لو هنتكلم على اول نقطه معانا وهي تعريف اللينكد ان او ايه هو اللينكد ان، فاللينكد ان بمنتهى البساطه هو ابلكيشن او برنامج زيه زي اي برنامج بتعرف تنزله على الموبايل عندك، تعرف تفتحه على البي سي او على اللابتوب عندك. كل الفرق بينه وبين اي ابلكيشن تاني زي الفيسبوك مثلا على سبيل المثال ان في الفيسبوك انت بتضيف الناس اللي انت تعرفهم، والدك والدتك اخواتك صحابك قرايبك صحابك، انت بتكبر دايره معارفك. لكن في اللينكد ان هو شغل فقط لا غير، هو حاجه بروفيشنال بس. انت في اللينكد ان بتضيف الناس اللي شبهك او الناس اللي انت عايز تبقى شبههم. يعني لو انت صيدلي فانت لما هتيجي على لينكد ان ما تضيفليش والدك ووالدتك واخواتك واصحابك وخلاص، لا انت بتضيف صحابك اللي هم صيادله اللي زيك، او بتضيف ناس انت عايز تبقى زيهم في يوم من الايام. يعني لو انت مثلا بتفكر انك تطلع كندا، بتفكر انك تطلع اي دوله اوروبيه ايا كان اسمها ايه، فانت بتحاول تضيف الناس اللي زيك في الدوله دي. ليه؟ عشان تتواصل معاهم وتستفيد من خبراتهم وتسالهم بعض الاسئله وغيره، ده احنا هنتكلم فيه بعدين ان شاء الله. اما لو هنتكلم على تاني نقطه وهي اهميه اللينكد ان، الاهميه بتاعته يعني خياليه، حرفيا خياليه. انت بتفتح لنفسك كل الوظائف او بتفتح لنفسك العالم كله، بتخليه قدامك وكل الوظائف اللي هي تناسبك، وانت بتعرض نفسك للعالم كله عن طريق اللينكد ان ده. يعني حرفيا في ناس من وهي في بلدها جابت وظائف في ايا كان اسم الدوله، مهما كان مخيلتك ايه، حتى لو كندا، حتى لو امريكا، حتى لو استراليا، حتى لو كان اسم الدوله وهو قاعد في وظيفته على سبيل المثال في مصر، في الجزائر، في المغرب، في تونس، في ايا كان اسم الدوله، في السعوديه، وهو قاعد عن طريق اللينكد ان عمل بروفايل محترم، خد اكسبيرينس محترمه، قدر يتواصل مع الناس هناك، قدر يبين نفسه كويس، قدم على وظائف هناك واتقبل ويبعتوا له عادي فيزا وبعتوا له عقد العمل وكل حاجه وقدم وراح وسافر. فاللينكد ان اهميته خياليه في فكره الكارير باث بتاعك، لانك انت بتقدر تستفيد من كل الناس اللي شبهك، بتقدر تشوف كل الناس اللي زيك بيعملوا ايه فانت تعمل زيهم، بتقدر تفتح لنفسك اوبورتيونيتيز انت عمرك ما هتتخيلها. انت بتفتح لنفسك باختصار العالم كله عن طريق البوابه دي، بوابه اللينكد ان، بتلاقي العالم كله مفتوح لك طبعا في المجال بتاعك عن طريق اللينكد ان. ودلوقتي خلونا مع بعض نتنقل على اللابتوب عشان نتكلم عن النقطه الثالثه والرابعه، وهما ازاي نعمل اكونت على لينكد ان فروم سكراتش من الصفر، وفي نفس الوقت بعض النقط المهمه اللي هي التيبس والتريكس اللي انت لازم تعرفها كويس وانت شغال على لينكد ان. دلوقتي انا فاتح ويندو ثانيه زي ما هو ظاهر قدامكم، لان الويندو الاصليه عليها اللينكد ان بتاعي، هبقى اوريه لكم ان شاء الله. بمنتهى البساطه بتكتب لينكد ان، بعد كده بتدوس جوين ناو لان احنا هنعمل اكونت جديد، بتدخل ايميل ان شاء الله يبقى الايميل ده مش عليه اسمه ايه ده، مش عليه لينكد ان. وبعد كده بنبتدي ندخل الباسورد، تحط الباسورد اللي انت عايزه. بيقول لك دخل الفيرست نيم واللاست نيم، وبعد كده بيقول لي دخل رقم تليفون، فدخل رقم تليفون بتاعك. بيقول لك هيجي لك كود على الموبايل، هندخل الكود. ودلوقتي كده احنا دخلنا الكود. بعد طبعا ما دخلنا الكود بيطلع لك وبيقول لك دخل الدوله اللي انت فيها، فعشان انا في تركيا فانا كاتب ان انا في تركي. بيقول لك دخل المدينه او يعني الديستريكت اللي انت فيها، فانا في اسطنبول. بعد كده بندوس نيكست، بيقول لك دخل موست ريسنت جوب تايتل، بتمشي مع الخطوات بتاعته زي ما هو قايل لك بالظبط. حط ايا كان الوظيفه اللي انت فيها، انا مثلا على سبيل المثال فارماسيست، اختار نوع الوظيفه، اخر حاجه اسم الشركه ايا كان، بلا مش مهم اسم الشركه، طلعت لي بلا بلا دبي والله، بس ايا كان ولنفترض يعني، خلينا ندخلها. وبعد كده ندوس كونتينيو. طيب ان ذا كود وسنت تو، بيقول لك دخل الكود. بعد انت ما هتدخل الكود اللي جالك على الايميل وتدوس اجري اند كونفيرم، هيطلع لك الصفحه اللي انت لازم تشتغل عليها. دلوقتي بعد ما دخلنا الكود اللي جالنا على الايميل، بيطلع لك صفحه زي دي كده بالظبط، بس اكيد ما فيهاش التفاصيل دي كلها لان ده الاكونت الشخصي بتاعي. بس انت هيطلع لك فاضي. كل اللي انت هتعمله هتدوس على مين، تمام، وهتدوس على فيو بروفايل. هتبتدي هنا يطلع لك
تقدر تحط الصوره بتاعتك الشخصيه، وتقدر تحط كفر فوتو لو انت عايز. وبعد كده هندوس على القلم ده. القلم ده هيبقى فيه كل البيانات اللي انت عايز تعدلها. اوكي، فانت هنا هيطلع لك الاسم الاول، الاسم الاخير، لو عايز تضيف اسم تاني، الحاجات العاديه. بس انا هنا هتكلم على الحاجات المهمه. الحاجات المهمه هنا هي الهيدلاين. الهيدلاين ده يا جماعه اللي انت هتكتبه هنا، ده اللي بيطلع تحت اسمك بالظبط. زي ما انتم شايفين هنا، شايفين الجمله اللي تحت اسمي؟ الجمله دي هي دي الهيدلاين. في الجمله دي احنا هنا بنكتب ايه؟ بنكتب العناوين بتاعت الحاجات اللي احنا بنعرف نعملها لو انت بتتكلم على شغل. تمام، الحاجات اللي انت بتعرف تعملها، بحيث لو حد عايز يوظفك في شركه بيفتح البروفايل بتاعك، بيعرف يشوف انت خبراتك في ايه باختصار. يعني طبعا الخبرات بالتفاصيل موجوده تحت، لكن باختصار يقدر يشوف الشخص ده اوكي، الشخص ده في المجال اللي انا عايزه. لو واحد صاحب شركه وعايز يوظف ناس، بيدور، بيكتب الكلمات، بيكتب الكي ووردز دي. لو انت الكي وورد اللي هو بيدور عليها مكتوبه تحت عندك، على طول انت بيكون ليك الاولويه او ليك البرايورتي ان انت يطلع اسمك دونا عن باقي الناس. فعشان كده اهتموا جدا بالهيدلاين انكم تكتبوها حاجه كويسه. اوكي، بعد كده هنا بتبتدي تدخل بقى الكرنت بوزيشن، تبتدي تدخل الوظيفه بتاعتك الحاليه. لو انت عايز تضيف وظائف ثانيه بتضيفها. في نفس الوقت بتدخل المجال، الخبرات بتاعتك، بتدخل التعليم، انت اتعلمت فين، اللي هو البكالوريوس والدكتوراه والجامعه وكل الحاجات دي. وبتدخل الموقع بتاعك، وهنا الكونتاكت انفو بتوعك عادي، تقدر تدخل تفاصيلك لو عايز تحط رقم تليفونك، لو عايز طبعا تحط الايميل بتاعك، عايز تحط هنا ده لوحده بيطلع البروفايل URL ده بتاع لينكد ان. دي الحاجات دي كلها انت بتملاها عاديه جدا، بس المهم قوي اللي انت تهتم بيه اكيد انك تملى الخبرات بتاعتك وتملى تعليمك الجامعي في كرونولوجيكال اوردر زي ما بيقولوا، يعني ترتيب زمني. تمام، يعني اخر حاجه الاول، بعد كده اللي قبلها، بعد اللي قبلها. فلو انت مثلا عملت دكتوراه، فحط الدكتوراه اخر حاجه، بعد كده حط الماستر، بعد كده حط الباتشلر مثلا او البكالوريوس. ما تحطش العكس، حطهم بترتيب زمني عكسي. لكن النقطه المهمه اللي انا كنت عايز اقول لكم عليها فكره الهيدلاين. الهيدلاين دي مهمه جدا. بعد كده عادي بتدوس سيف، بيطلع الاكونت بتاعك هنا زي ما انتم شايفين. وبتقدر هنا بقى تقدر اي حد يفتح البروفايل بتاعك، يقدر يشوف الحاجات اللي طالعه عندك زي الاكسبيرينس، خبراتك، انت اشتغلت فين، اشتغلت في ايه، المده، المدينه اللي اشتغلت فيها، تعليمك زي ما كنت انا بقول لكم، الاماكن اللي انت درست فيها وغيره. اي حد، ميزه اللينكد ان كده هو عشان شغل، فاي حد يقدر يفتح البروفايل بتاعك، وانت بيجي لك نوتيفيكيشن على طول لو في حد فتح البروفايل بتاعك. تقدر انت تكون عارف مين فتح البروفايل بتاعك، عشان تعرف برضو البروفايل بتاعك جذب مين. يعني تبقى عارف انت السي في بتاعك او ملخص السي في بتاعك هو جذب اشخاص مين. نبتدي نتنقل بقى على نقطه مهمه هنا. دلوقتي انت طبعا مش هيكون عندك اي حد خالص ضيفه، فانت هتبتدي عايز تكبر النتورك بتاعتك اللي هي هنا موجوده تحت تاب ماي نتورك. كل اللي بتعمله انك على سبيل المثال لو انت صيدلي بتكتب مثلا فارماسيست، تمام، مثلا ايجيبت. اوكي، لو انت في مصر على سبيل المثال، بيطلع لك بيبل اهو. طلع لي مثلا حنان عادل، ساره كمال، بيطلع لي الاشخاص دول، مونيكا مجدي. وتقدر تدوس سي اول اذر بيبل، اول بيبل ريزلتس. انت بتبتدي تضيف الناس اللي شبهك. لو احنا على سبيل المثال مثلا فتحنا ساره كمال، بتقدر تفتح وتشوف الاكونت بتاعها هو عامل ايه. هي فيها جمله اللي هي كاتباها الهيدلاين، تقدر تشوف هي درست فين، تقدر تشوف خبراتها. تقدر عن طريق الحاجات دي تعرف الشخص ده مناسب انا اضيفه ولا لا. لان انا زي ما قلت لكم يا جماعه، لينكد ان احنا مش بنضيف فيه اهلنا، مش بنضيف فيه اصحابنا وخلاص، بنضيف فيه الناس اللي بتشاركنا نفس الخبرات العمليه بتاعتنا، او الناس اللي احنا عايزين نبقى زيهم. اوكي، فانت بتبتدي تضيف الناس، تضيف الناس. كل حد هتضيفه هو هيطلع لك لوحده كده نوتيفيكيشنز على الجنب او ناس زي كده، ان في فلانه وفلانه وفلانه دول يعرفوا مثلا ساره على سبيل المثال. اوكي، فانت بتبتدي برضو تفتح البروفايلز بتاعتهم وتشوف الناس اللي شبهك وتبتدي تضيفهم عشان تكبر النتورك بتاعتك. عشان زي مثلا على سبيل المثال انا عندي النتورك بتاعتي بضيف الناس اللي شبهي، عندي حوالي 1132 واحد. تمام، بشوف اي حد شبهي على طول بعمل له فولو او بعمل له اد انفيتيشن. تمام، دي بالنسبه لفكره الكونكشن بتوعك او النتورك بتوعك اللي موجودين على اللينكد ان. نبتدي نتنقل بقى لاهم نقطه. دلوقتي انت حاول على قد ما تقدر تكبر النتورك بتاعتك. حاول على قد ما تقدر ان يكون عندك بروفايل محترم، انك يكون عندك بروفايل موضح فيه كل الامكانيات، كل الخبرات، كل السكيلز، كل الشهادات. حاول تحط على قد ما تقدر كل حاجه انت بتعرف تعملها على اللينكد ان، بس طبعا تكون ريليفنت، تكون مناسبه للمجال بتاعك. وبعد كده هنتنقل على النقطه المهمه اللي هي الجوبز.
انا كنت بقول لكم يا جماعه ان ميزه اللينكد ان انه بيفتح لك الوظائف اللي موجوده في العالم كلها. انت حرفيا مفتوح على العالم كله، تقدر تشتغل على العالم كله في ايا كان المجال بتاعك، في ايا كان الدوله. على سبيل المثال انا عشان صيدلي مثلا شغال في مجال الكلينيكال ريسيرش، فنقدر هنا نكتب زي ما طلع لي كده، انا كنت في البحث كلينيكال ترايلز اسيستنت مثلا اهو، دي وظيفه على سبيل المثال. وهنا كندا، اوكي، هنا بيطلع لي الوظائف اللي موجودين اللي هم طالبين حرفيا ناس. الوظيفه دي نازله من يوم واحد في IQVIA، عايزين كلينيكال ترايلز اسيستنت. كذلك هنا في ايفرست طالعين الوظائف. لو انا عايز اشوف في دوله ثانيه على سبيل المثال مثلا هختار تركيا مثلا، تمام، تركيا هيطلع لي الوظائف اللي في تركيا. فانت متخيل انك انت تقدر تشوف الوظائف اللي موجوده في ايا كان الدوله اللي موجوده في العالم، تقدر تشوف الوظائف اللي موجوده فيها اللي ليها علاقه بالمجال بتاعك، وتقدر تقدم فيها، تقدر تدوس ابلاي وتكمل البروسيدور او تكمل الابلكيشن بروسيس عادي جدا زيه زي اي حاجه بيتقدم عليها. وفي نفس الوقت هنا حاطط لك، شايفين فوق التابس اللي فوق دي، هم حاطين لك حاجات تقدر انت تدور عن طريقها. مثلا هنا ديت بوستد، تقدر هو بيقول لك اني تايم او بس في اخر اسبوع او في اخر شهر. تقدر تحط الاكسبيرينس لو انت لسه بتبتدي، فتقدر تحط مثلا انتري ليفل لو انت ليفل عالي مثلا دايركتور او ايا كان يعني مانجيريال ليفل، فانت تقدر تحط الليفل بتاعك، تقدر تحط اسم الشركه، تقدر تحط نوع الوظيفه، والاهم تقدر تحط اون سايت ولا ريموت. خلي بالكم في وظائف كتيره جدا بتنزل في العالم، ممكن وانت في مكانك، لو انت في مصر، لو انت في المغرب، لو انت في الجزائر، لو انت في واتيفر الدوله اللي انت فيها، تقدر تختار مثلا على سبيل المثال ريموت وتشوف شو 5 ريزلتس. هيطلع لك هنا الوظائف اللي الواحد ممكن يشتغلها ريموتلي، موجوده بين قوسين هنا ريموت. ريموت يعني تشتغلها عن بعد، يعني انت تقدر تشتغل في كندا وانت قاعد في مكانك زي ما انت، اوكي، مش لازم، ما هياتش هوم اوفيس بيزد، ما هياتش يعني اوفيس بيزد، ما هياتش ان انت لازم تروح الشركه نفسها وتحضر الوظيفه، لا، تقدر من بيتك تشتغل عادي اونلاين باختصار. وفي طبعا هنا التاب بتاع الايزي ابلاي. الايزي ابلاي دي الوظائف اللي سهل تقدم عليها، مجرد بس بتدوس ايزي ابلاي على طول بيطلع لك تقدر على طول تعمل ابلكيشن. فده اللي انا كنت بتكلم فيه يا جماعه. التاب بتاع الجوبس دي فاتحه لك حرفيا العالم كله قدامك بالظبط، تمام. ولو انت على سبيل المثال نكتب زي ما احنا كنا كتبنا مثلا الشخص مثلا انا عايز اجيب حد من النتورك عندي. لما انت اي حد بتضيفه تعرف بعد كده عادي يعني تتراسل معاه عادي جدا، تمام. تقدر انت تتراسل مع اي شخص على سبيل المثال، مثلا دي بروفيسور ريكا سلون، تقدر تفتح معاها المسجز وتقدر تبعت لها رساله تقول لها مثلا ان انا عاجبني الشغل بتاعك، عاجبني شغل البحث بتاعك، انا عايز اشتغل معاكي، انا تفتح لحد مسؤول في شركه معينه، تقدر برضو تتواصل معاه وتبعت له رساله، وهم فعليا بيقروا وبيهتم جدا بالموضوع، او هو نفسه هيحولك للشخص المنوه او الشخص المسؤول عن فكره التوظيف اللي هو الاتش ار مانجر. ودلوقتي هنتنقل على حاجه مهمه جدا غير فكره الجوبز، وهي فكره انك دلوقتي خلي بالك من النقطه دي، ودي بقى التيبس والتريكس غير فكره الجوبز، انك لازم تبقى عارف في حاجه اسمها ريكروترز، تمام. ريكروترز دول اللي هم مين؟ اللي هم الناس اللي بيوظفوا، هم شغلانتهم انه بيدور على حد مناسب لوظيفه معينه. يعني شركه في كندا منزله ان هي عايزه صيادله على سبيل المثال طبعا باختصار، وعايزه ناس ببروفايل معين. الشخص الريكروتر ده هو وظيفته بيدور على ناس على لينكد ان عندهم نفس البروفايل بتاع اللي هو الشركه عايزاه، الشركه اللي في كندا عايزاه، وهو بيتواصل معاهم وبيحاول يوصل الاثنين ببعض، تمام. بيحاول يوصل الموظف اللي موجود على لينكد ان بالشركه، وبحيث ان هو طبعا لو حصل والشركه فعلا لقت ان الشخص ده مناسب للوظيفه، ساعتها طبعا الريكروتر ده بيطلع بنسبه عموله معينه، كوميشن، هو بيزنس تماما، نسبه معينه من الانيوال سالاري، من السالاري السنوي، تمام، من الراتب السنوي. فانت لو انت عايز تدور او عايز تزود فرص انك تلاقي وظائف كتير في مكان معين، حاول تدور على ريكروترز، حاول تكتب في السيرش مثلا على سبيل المثال مثلا كلينيكال ريسيرش ريكروترز كندا على سبيل المثال مثلا. خلينا نكتب مع بعض كده ونشوف. هيطلع لك هنا طبعا، هنا ده سينيور ريسيرش كوردينيتور، هنا مش موجود هنا كلمه ريكروتر. نحاول ندور على هنا مثلا ريكروتمنت كونسلتنت، دي وظيفتها ريهام حمدان، دي وظيفتها هي ريكروتمنت كونسلتنت. دي انت تقدر تتواصل معاها على طول، هي فيرست يعني هي عندي،
تقدر تتواصل معاها على طول، تبعت لها رساله، تفتح البروفايل بتاعها، تبعت لها السي في بتاعك، تقول لها انا مهتم بكذا كذا كذا كذا، لو انت عندك وظائف مناسبه ليا في المجال ده اتمنى انك يعني ايه توافقيني الاقي فرصه في كندا مثلا بالبروفايل اللي هو يناسبني. فحاولوا على قد ما تقدروا يا جماعه تتواصلوا مع الريكروترز، لان الريكروترز دول وظيفتهم هي دي شغلانتهم، هو ده البيزنس بتاعهم، انه يوصل الناس بالشركات وهو بيطلع له بكوميشن في النص. فالناس دي عندها كم وظائف غير طبيعي، كم فيكنسيز، كم وظائف شاغره غير طبيعي موجوده عندهم. فلما انت بتتواصل مع الشخص ده، يعني على سبيل المثال ريهام دي على سبيل المثال عندها ممكن 20 فيكنسي، فبدل ما انت ما تقعد تدور على فيكنسي على وظيفه لوحدك، لا تقدر انت عن طريق ريهام دي على طول تبعت يعني لكذا حد زي ريهام في المثال بتاعنا مثلا، عشان تقدر انت تلاقي الوظيفه اللي هي تناسبك. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب باذن الله يكون الفيديو مفيد، وباذن الله تكونوا فهمتوا او عرفت اوصل لكم اللي انا عايز اوصله من اللينكد ان. ولو ليكوا اي استفسار او ليكوا اي سؤال ابعتوا لي على طول تحت في الكومنتس، هرد عليها كلها باذن الله. وزي كل مره وفي اخر كل فيديو، خلي بالكم على نفسكم، خلي بالكم على الناس اللي بتحبوهم، واشوفكم فيديو جاي باذن الله. سلام.